بيك، كل سنه وانتم طيبين. السمبوسك بقت عندنا خلاص، مش كانت بقت عندنا دلوقتي من الوصفات اليوميه الموجوده في رمضان. جنب اي اكل او جنب اي عزومه لازم في السمبوسك. السمبوسك دي مش جايه لنا من زمان ولا حاجه، دي حاجه كده جات لنا جديده، بس احنا عجبتنا بقى، سهله وخفيفه وبتملى الترابيزه كده باي حشوه من الحشوات، بنقدر ان احنا نعمل بيها طبق محترم. طيب عجينه السمبوسك برضو غاليه شويه صح؟ احنا عملناها مع بعض وهقول لكم على طريقتها عشان تجربوها معانا. طبعا احنا بنجيب 3 كوبايات، كيلو دقيق، اي حاجه مقدار الدقيق ده زي ما انت عايزه. ان شاء الله تجربي كوبايه واحده وبعد كده ممكن ان انت تزودي. كوبايه الدقيق دي او كوبايتين الدقيق زي بعضه، هنحط عليهم معلقتين من الزيت ومعلقه من الخل ورشه ملح وما فيهاش خميره، وهنعجنها. هي معلقتين من الزيت بس، تمام؟ يعني كل كوبايه عليها معلقه زيت واحده ورشه ملح، ونعجن بميه. حلو الكلام، ونسيبها تستريح. بعد كده هيكون معانا بقى شويه زيت وشويه نشا، دول بقى اللي هنعمل بيهم، هنفرد بيهم. هنجيب العجينه بعد ما عجناها ونقطعها كرات، ونكون مجهزين شويه زيت على شويه نشا، يعني قولي كده نص كوبايه من الزيت على حوالي نص كوبايه من النشا، وقلبيهم في بعض. وبعدين هاتي كل كوره افرديها زي الرغيف وبفرشه ومشي عليها بالزيت على النشا ده لغايه ما تكوني 3 4 كرات ولا حاجه، وسيبيها على جنب. 3 4 كرات وسيبيهم على جنب. هاتي اول واحده عملتيها وابداي افردي فيها. حلو الكلام، ركزي معايا في دي كويس قوي. هتجيبي طاسه العيش الواسعه الحلوه دي او صينيه اي حاجه، وهتروحي ماسكه الاربع 5 ورقات اللي احنا فاردينهم فوق بعض ومسوياهم على نار هاديه جدا. يعني تكون طاسه سخنه وهدي النار خالص، وسيبيها تستوي السنه كده يا دوب تتشمع، وتعالي اقلبيها على الناحيه الثانيه وسيبيها شويه برضو على نار هاديه جدا يا دوبك تتشمع. وبعد كده شيليها واركنيها على جنب تهدى شويه. ابداي افصلي كل ورقه عن الثانيه، قطعيها بقى زي ما انت عايزه، تلاقيها سمبوسك حلو جدا وطري جدا. قطعيها بقى اللي هو عامله زي الجواب، اعمليها مستطيلات زي ما انت عايزه، وبكده يبقى وفرنا ثمن السمبوسك اللي بنشتريه من بره.